المصري الجيش العربي الاخير. نعم. لم يعد هناك جيوش عربيه قائمه، عشان هيك نحن نؤمن انه المقاومات هي بدي، وانا هذا عملته بال 2018 عنوان كتابي، المقاومات كبديل للجيوش. اليوم وين الجيش العراقي؟ هلا عم بيحاولوا شو فرطوا الامريكان. الجيش السوري اللي عم بيواجه وواجهوا شو عملوا فيه، واللي لو كان بعده بعزه ما كان صار هيك فلسطين، احنا ما كنا الجبهه كان. طيب يعني ما حجيب سيره الجيش اللبناني، نحن قلنا وضعيه خزه. وين بقيه الجيوش؟ في الجيش المصري، وسيبدأون بابتزازه ومحاولة فرضه. انه اذا قبلت يا سيسي نحن بنسامحك بكل الديون عليها 120 مليار، واليوم اليوم كان في تصريح انه نحن عم نخسر، كانت يعني تعطيهم 10 مليار دولار قناة السويس، عم يخسروا من 40 ل 50% بعد قصة باب المندب. اوكي؟ طيب هلا بيقبل والله ما بيقبل، ببلشوا يحتجوا انه بناخذ يعني كميه قليله من النازحين او الفارين او اي شيء، ما بعرف. لكن انا بدي اربط الاشياء ضمن نظريه المؤامره. بده يبتز الجيش المصري، وهذا الجيش محضر له، وانا بدي بكره ان شاء الله مذكر بعد اذا ضلينا طيبين، محضر له اشياء كثيره بدءا من اثيوبيا اللي بدها بلشت تعمل. هلا عملت اتفاقيه مع ساحل الصومال المنطقه لتبعت قوات ساحل الصومال قريبه من باب المندب، وحتبلش اشكاليات بعد اللي تكرس هلا الوضع بالسودان على حدود مصر الجنوبيه عند منطقه النوبه وغيره. طيب هون انت هي بدايه ابتزاز او استدراج لاستنزاف الجيش المصري، بيبعت قوة حد الصبح على البحر الأحمر، بينزل شو اللي بده يحصل. وبنفس الوقت تبدأ إسرائيل بخلق جو توتير بمنطقة سيناء كمان للمزيد من الابتزاز. هي ضمن نظرية المؤامرة.